السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. في هذا الفيديو غادي تتعلموا كيفاش غديروا البرمجة ديال واقي التوتر بروديكتور دو طونسيو بأسهل طريقة. كما كتشاهدوا معايا عندنا هنا لا طونسيو اللي هي فيكس في الريزو 212 فولت. أول حاجة نديرها كنكليكي على هاد الزر زائد باستمرار، كنبقى واطي عليه حتى تبدي هاد النقطة الحمراء كتسني، وكان عندي الزائد والناقص يمكن لي نتحكم، يعني هذه عندنا لا هوت طونسيو اللي نقدر نفيكسي بها هاد بروديكتور دو طونسيو ديالي. عندنا هنا مثلا 244 فولت، من فوق 244 فولت ما غاديش يدوز ليا الضوء للدار. وكذلك هاد الزر هذا اللي هو الناقص كنكليكي عليه باستمرار، نبقى واطي عليه حتى تبقى داك النقطة الحمراء كتانكليني كما كتشاهدوا معايا. فهذا الحد الادنى ديال لا طونسيو اللي انا كنفيكسي به بروديكتور دو طونسيو ديالي او واقي التوتر ديالي في المنزل ديالي، يعني من تحت 180 فولت ما غاديش يطلق ليا الضوء. وكذلك عندي هنايا هاد الزر ديال على شكل الساعة، فكنبقى واطي عليها كذلك حتى كتبقى تحرك ليا هاد النقطة الحمراء تانكليني، وكنكليكي على الزائد إذن 20 سكوند فيها حتى 600 سكوند، فهذه 10 سكوند. فها هي غتافيشا اون ديريكت كما كتشاهدوا معايا، يعني 10 سكوند ملي كيطيح لي الديجونكتور ولا يمشي لي الضوء كيبقى 10 سكوند هو كيحسب هاد واقي التوتر عاد باش يطلق ليا الضوء للمنزل ديالي. وبالنسبه لهاد الزر هذا فهو ملي كنكليكي عليه يعني كيعطيك اخر لا طونسيو اللي دخلت لهاد واقي التوتر اللي تافيشات فيه اللي هي 122 فولت. ف ان شاء الله دابا غادي نبرونشيو هاد اللمبه هنا، ها هي غتشعل اون دايركت، ولكن لنفترض ان الضوء مشى، يعني الديجونكتور طاح او مشى لينا الريزو، فكنقلع. من بعد ما كنقلع يعني ما كيبقى ليش الضوء، وغادي نصايب هاد اللمبه ديالي على هاد الشكل هكا. ف اين فوا غيرجع ليا الضوء ما غاديش، ها هو غادي يبقى كيحسب ليا 10 سكوند عاد يفوت ليا الضوء المنزل ديالي. وإلا ما كانتش لا طونسيو ما بين داك لا هو طونسيو اللي حنا افيشيناها 240، ما بين 240 و 180، الا كانت فوق من 240 ف ما غاديش يعني الضوء يفوت ليا للمنزل. وكذلك الا كانت اقل من لا طونسيو اقل من 180 لتحت ما غاديش يعني يفوت ليا الضوء للمنزل ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.